توفيق بركان القبة، قائد فوج باسم مجلس المنبج العسكري، لواء الشهيد قسم اللواء الثالث. أتينا نحن ورفاقنا نكون موجودين مع أهلنا وعائلاتنا في مدينة منبج. طبعا الكل يعلم في هذه الفترة حدث الزلزال في مناطق العالم، حصل بعض الأضرار المادية في البناء، مما أدى إلى نزوح الأهالي إلى الساحات الفاضية المؤمنة في مدينة منبج. طبعا المجالس المدنية قامت بدور بناء الخيم ضمن المدينة لإيواء العائلات والأطفال في المدينة. طبعا كان دورنا تقديم بعض المواد اللوجستية من مازوت، تدفئة ورصوبات وبعض المواد اللوجستية. طبعا الشيء اللي موجود بإيدنا نحن راح نقدم إن شاء الله، ما راح نقصر مع أهلنا وأخوتنا في مدينة منبج. طبعا الأهالي في مدينة منبج متخوفين مما أدى إلى نزوحهم إلى الأماكن الفاضية. طبعا نحن متواجدين هنا 24 ساعة مع الأهالي. كل شيء موجود بإيدنا من مواد لوجستية، مواد تدفئة، صوبات راح نقدمه لهم. إذا اضطر الوضع المواد اللوجستية اللي موجودة عندنا راح نقدمها كاملة إلى أهالينا.